أبناء مصر العظيمة، المصريين المصريات، أهنئكم جميعا بالانتخابات التاريخية الحرة. قررتم خلالها أن مصر لن تعود إلى الوراء. أننا الجماعة الوطنية سوف نستطيع أن نمضي قدما، ليس لدينا فروقات جوهرية. مصر للجميع، نبني لا ننتقم، نتشارك لا نتخاصم. كيف يمضي الكل ويدوس بالأقدام بقايا النظام الساقط الفاسد؟ لقد التزمنا الصمت وقررنا انتظار قرار اللجنة منذ البداية. النتيجة المتوقعة معروفة للجميع، ونحن لن نسمح جميعا بأن يعبث أحد بهذه النتيجة. نحن نتمسك بموقفنا ونعرف أن الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات. نحن على يقين بأن الإعادة محسومة لصالح الجماعة الوطنية المصرية. اللجنة العليا للانتخابات التي نطلب منها بل ونتوقع أن تعلن ما لديها من كل الأوراق والإحصائيات بعد قرار النتيجة بإذن الله. وإن حدث شيء من التزوير فإن النتيجة سلفا معروفة، ثورة عارمة على المجرمين. لقد تكلمنا جميعا ويجب أن نصمت الآن لكي نستمع إلى كلمة مصر. سوف تكون الثورة أشد وأنكى على الطغاة وعلى من يحرسهم أو يحاول أن يغض الطرف عنهم. الفريق أحمد شفيق يكسب في انتخابات بنسبة إيه؟ ياخد هو 51%. هو أنت عندك حاجتين، إما إن هناك تزوير يبقى الشعب يثور على اللي ماسك. التزوير بيبان، التزوير الناس تبقى عارفاه. طب اكمل لك. اما ان هينجح في التزوير يبقى الثوره هتبقى موجهه ضد اللي ماسك الفتره الانتقاليه اللي فضل يوعدنا الانتخابات نزيهه وبعدين زورها. واما هفترض جدلا معاك، وده كلام مش صحيح لكن هفترضه جدلا ان هو مش تزوير. طب مش عايزين احمد شفيق بقى، ما زي ما صورنا على حسني مبارك هنصور على احمد شفيق. طب انت عايز يعني مين؟ كل ده عشان بس ما البلد تستقر. قولوا لنا عايزين مين ونجيبه. لا مش عايزين. امامنا طريق واحد لا طريق اخر ولا مجال على الإطلاق لهؤلاء. أنا على يقين أن هؤلاء الناخبين وكل المصريين يريدون لمصر الاستقرار والأمان وحماية مؤسساتها وحفظ شرعيتها. هناك مخططات بعنف لهذا الوطن. لم نسعى إلى جدل ولم نرغب في أن ندفع المجتمع إلى أن يشعر بالارتباك. وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من نشر كذبا وزورا. ويجب أن ينتهي عصر الإقصاء وروح الانتقام، وسوف ينتهي. هؤلاء عددهم محدود 400-500 واحد. قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب هذا قرار نرفضه جميعا. نحن نقول أن هذا الإعلان الدستوري لا نوافق عليه. ونفخر قوات جيش باسل ووحدات شرطة تستعيد مكانتها يحمون اللجان والصناديق. عسكر عسكر ليه؟ عسكر 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 ليه؟ احنا صهاينة ولا ايه؟ احنا صهاينة ولا ايه؟ كما نرفض قرار وزير العدل. يجب علينا جميعا أن نحترم القضاء وأن نحترم أحكامه بدرجاته المختلفة. ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة، وإنما القدس إن شاء الله. فلسطين في قلوبنا، لكن لمصر عاصمتها القاهرة الشامخة. يعني أفهم كده إن حضرتك كنت بتاخد قرارات النزول وعدم النزول؟ مع المكتب الإرشاد. مع نزول الميدان؟ مع مكتب الإرشاد. لقد شهد القاصي والداني بهذه التجربة الديمقراطية العظيمة تجربة ما كان لها أن تتحقق لولا ثورة 25 يناير المجيدة. يعني أنت سيادتك اللي خليتهم ما نزلوش في محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء؟ لا محمد محمود أنا كنت رئيس الحزب. كنت سبت المنصب ده؟ كنت سبت ولو كنت في المنصب ده كنت ما نزلتش برضه؟ كنت رئيس الحزب. لا ما هو في تنسيق بين الجماعة والحزب. لو لا رأي الحزب كان احنا ما ننزلش برضه. أنا بس بقول معلومة، أنا كنت ساعتها في الحزب. نحن صرنا جميعا ضد نظام فاسد ومستبد.
فهل نحن نعاني الآن من مثل هذه الأوضاع حتى نثور ضدها؟ وهذا ما نرفضه بكل حد وكل قوة. لقد تعهدت بأن أعيد لكم ثمار ثورتكم. لقد حاولوا اختطافها منكم، وأكرر تعهدي الآن بتوسيع مشاركتكم في دوائر صنع القرار. تشير تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة إلى أن الفريق دكتور أحمد شفيق متقدم على منافسه بنسبة تتراوح ما بين 51.5% و52%. وفي هذا الصدد نعلن عن مبادرتنا لدعوة كل القوى السياسية الوطنية والثورية لحوار وطني جاد نناقش فيه مصير مصر في ظل التحديات التي تواجهنا جميعا.